يا هلا والله شباب، رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو عن نظرية وبيسان. حتتساءلوا شو هي نظرية شاكي وبيسان؟ نظرية شاكي وبيسان هي ما حد بيعرف شو قصتها ولا أنا، بس هي نظرية. من وين اجوا؟ كيف طلعوا؟ ما حد بيعرف. شو الهدف من اللي عم بيسووه؟ ما حدا بيعرف. ما في في كتير أسئلة براس الشعب وما حدا بيلاقي لهم جواب. أنا حورجيكم أجدد خروجات لبيسان وتشاكي، أو بس بيسان على ما أعتقد. مسبح ممنوع ينزل فيه اي حدا غير اللي لابس بكيني. يا بكيني يا صاصة. انا بصور انا ما لازم اسبح. تبع الحرام. عندكم الماركت. مثل ما انتم شفتوا في مسبح هم قاعدين فيه، عنده قانون غريب جدا انه ما بصير غير انه اللي بيلبسوا بوكيني اللي هو اللبس الداخلي النسوان البحري، يعني لبس بخزي يعني، بس بمعنى انه المسبح هذا ما بصلح لغير الناس اللي بيلبسوا هيك شيء. طبعا كلهم لابسين قصير، هي بيسان وصاحبة بيسان لابسين قصير، بس لما وقفت عليهم على البكيني يلا يا والله هذا البيت عامر بالايمان اقسم بالله. بغض النظر صارت تحكي صاحبتها انه هناك ما بعرف وين هناك انه حلال وهون حرام. يعني شو النكتة الخرا اللي انت طلعتي حكيتيها؟ شو النكتة الخرا؟ انت كلك على بعضك كتلة حرام يعني. ولا اروع. طلب بيسان اسماعيل والتيك توكر المغربية دعاء بسبب البيكيني في لبنان. تخيلوا ممنوع السباحة بالبوركيني. فكرت افكها انا بعد حمام مع البوركيني. من سناباتهم تخنتية. عاد حكينا انك محترمة وهيك، بس مو انه ما تلبسي بكيني انت بالحمام. ما حد بلبس شيء لما ياخذ شاور، يعني شيء طبيعي، هذا شيء نورمال. وصل مقطع لتيك توك والكل متعاطف ومستغرب، هو انتوا اللي لابسينه ده مش بيكيني؟ وشجعوهم يرفعوا دعوة ضد المكان انهم لابسين لبس سباحة، لكن اضطروا يروحوا المسبح خاص للناس بدون بكيني. جيت اسبح هون في البرايفت بول. هذا مسبح اغسل فيه رجلي. اعمل سباق. وصل. بدك على غربات. البعض شايف انه كل مسبح حر في قوانينه، واكثر من بلد اتكرر فيها نفس الحادثة انه يا يشوفونا غيرنا المسبح كامل عشان ما نلبس بكيني، بس احنا قاعدين نسبح مع شاب في نفس الوقت. انت تعرف يا طارق انه البيت هذا عامر بالايمان. اعلق واصفق واشخ على المبدأ. هذا اقوى مبدأ، انه نحن ما بنلبس بكيني. البكيني قطعتين، نحن ما بنلبس قطعتين، بنلبس مايو قطعة واحدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يخليكم لبعض انتوا والشاب اللي بالمسبح. كفو عليكم شباب. فلا تزعلوا. عموما بالاخير راضوهم لانهم مشاهير. خلاص قالوا لي روحي اسبحي بلبطي مثل ما بدك وراضوني جيت اسبح. الحمد لله راضوكي، الحمد لله يا رب انه راضوكي مشان تلبسي المايو مو البكيني ابو قطعه وحده وتبطلوا تسبحوا معي. هو انتوا على حالتين عم تسبحوا مع نفس الشاب يعني، بس الحمد لله يا رب انه راضوكم لانكم مشاهير الحمد لله. طبعا بغض النظر عن رايي والراي اللي كتبوا كومنتات، انا اشك انه هذا مفبرك او سيناريو هم سووه على اساس انه هم واو. وهلا راح اعطيكم فاصل غنائي عن اجدد مغنيين العالم واقواهم. هو هذا معروف التيك توك تبعه والانستغرام انه بيروح بيعمل على الحافه هي نفسها، بنط وبرجع مكانه. يعني هو المكان مو خطير، هو بس متر يمكن هو بعيد عن انه الحجر مشان يوقع، يعني حتى لو وقع يعني ما بيصير له شيء، ممكن يتوجع هون يتوجع هون، بس هاي باختصار يعني. فهو انه بيروح بيسويها جنب النسوان على اساس انه هو الوحش اللي ما بعرف كيف احكي لكم اياها، بس حركه جدا خرا يعني. هاي باختصار جدا زباله. ما بعرفوا شو الفكره براسه. وبعدين قعدوا لنا انه لما خلص الفيديو طلع تفاجئ انه سويتها. المشكله البنت اللي هون هي مستغرب انه شو هذا العبيط، شو بيعمل هذا العبيط هون. بس مشان ابين لكم قد ايه المسافه خرا، نفس المسافه تبعت القزم اللي وقع من الرصيف وانكسرت رجله. وهلا نرجع لنظريه بيسان وتشاكي. استني شوي بيسان، دقيقه وبرجع لك. انا مستني يسوي هذا الترند يا رب، شي مره ازخه بالشارع قاعد عم يسوي هذا الترند، راح امسكه اخبط راسه. كثير بينرفز. بعدين اخر شيء تحيه سيدي. شو الحركه الخرا؟ وقفه رونالدو. انه ليش بيسان عم بتحرك اعضاء مو لازم تحركها عند الناس، يعني هي خطيبتك المفروض الك، المفروض مو للبشر التانيين. يعني انت ما خليت شيء لخطيبتك، يعني هذا الاشياء كلها كنا صرنا خاطبينها. ما في حد مو خاطب بيسان هلا بالمناظر اللي انت عم تطلعها بالعلن.
انا هحط لكم شغله هون هو هون. بالله عليكم ما بيشبهوا بعض. انت مش مدوخ بنات بالبوكسر، انت مدوخ صيصان. انت وين كاتب مين قال انه شياكه بالهدوم، وانا بحكي لك مين قال انه السمك بالبحر. هي انت بالقناه عندي طالع. شباب تنبيه، هلا فيديو عن قنبله الكرنج. اذا انت عندك حساسيه، عندك مرض مزمن، عندك كورونا الكرنج، بنصحك ما تكمل الفيديو. كمل بعد دقيقتين 3 دقائق بكون انا دخلت بالفيديو اللي بعده. نصيحه لوجه الله ما تكمل الفيديو، هذا بس للقلوب القويه. شفتوا؟ هذا الاغتصاب والاحتواء يا حبيبي. هذا مش قمع ولا احتواء، هذا اللي سواه هون اغتصاب. انتم فاهمين اللي عم بيصير؟ يعني مسكها هيك. والله ما تحكي. هذا يا تحرش يا اغتصاب، ما بعرف. هذا البرنامج عبارة عن برنامج بطل، لا برنامج مياو ولا بطل كل شيء، بس صار برنامج تحرش. لانه انا كل الحلقات اللي عم بشوفها او المقتطفات تبعت هذا البرنامج اللي هو اسمه نصيب عبارة عن تحرش وتعرش. يا الشاب مو مرتاح يا البنت مو مرتاحة، او الاثنين اغبياء وكرنج ومرتاحين مع بعض مقززين. الله يفضى عرض اللي سوى هيك برنامج. اول تعليق عندي انه البلوزه اللي انت لابسها بهذا الفيديو، انا شايف 16 فيديو لك بنفس البلوزه. هي شغله من شغلتين، يا انك بتاجر اليخت او بتاجر البلوزه. وانا عندي شغله ثانيه، انه ليش كل واحد بده يطلع يعمل حاله بزنس مان لازم يقعد على سفينه او قارب او زورق او يقعد على اي شيء بالبحر ويطلع يحكي عن المصاري؟ انا هلا بقدر اقنعكم البس بدله واروح على البحر واحكي لكم انه انا اكثر انسان متداول، انا جيمس بوند متداول الكره الارضيه، بس لاني قاعد على البحر. شوف فكره الاغنياء اللي عاملين حالهم اغنياء طبعا انه يقعدوا بالبحر. هل هو بس البحر شيء لهم خاص لهم للمتداولين وتبعون المصاري، ولا في سر غير هيك؟ بدي اكتشف هذا السر بالمستقبل. وطبعا في عندي تعليق ثاني بسيط، اوكي، انه مين الكاميرا مان تبعك الحمار؟ شو التصوير؟ انا هلا حاط لكم صور الي، يعني انا صورتهم عم بورجيكم انه هذا الكاميرا مان اللي هو صور لهذا. انا بدي افهم ليش مصوره من فوق؟ ما في داعي. طب ليش لابس بنطلون جينز ضيق مع بلوزه رياضيه؟ لو واحد لابس بدله وواحد لابس نفس لبسك، انا راح اروح اتبرع للي لابس نفس لبسك. انا راح اروح اتبرع للي لابس نفس لبسك. اما اللي لابس بدله وضعه مبين لوز، فلبسك ابدا يعني لبس خرائي. انت فاهم كيف؟ ها مثل ما انتم شايفين انه هذا ماشي على مبدأ اعبد الحديد وعضلاتك تزيد. ماسك على حسب اذا هدول 20 كيلو الوحده، ماسك هو تقريبا 140 160 كيلو على ما اعتقد. هو كله على بعضه وزنه 40 كيلو. قاعد عم بيقارن حاله، يعني انت يا غبي يا حمار، انت عم بتقارن. يعني اللي دفش رجله البار برجله قدر يشيل الوزن اللي انت عم تعبده. وشو الفكره؟ انه قاعد عم تلحس الحديده. وين شو الفكره؟ مين صاحب الحديده؟ مين الاله بالنسبه لك للحديده؟ شو الخرا هذا؟ انتوا بالهند عندكم 1.8 مليار ولا 1.4 مليار، صرتوا ما تخلوا شيء لتعبدوه، ما خليتوا شيء. الكبار بار عضلات بتتمرن، ليش عم تعبده؟ شو سواه لك؟ المهم انا بديت اشوب بالذات من موضوع فيديو تشاكي اللي هو تبع البوكسات هذا. لو نفسي يا الله اشوفه امسك واخبص وكف هذا. وبس والله شباب، وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، واذا عندكم اي مقترحات اي فيديوهات ابعتوا لي اياها على انستغرام او منشوني عليها على تيك توك. وبس والله مع السلامه.